السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون فطائر سهلة مهلة اللي كتوجد في رمشة العين. فطائر المقلاة غنوجدوها بدون فرن، كيوجدوا في 10 دقائق، ساهلين لذاذين، والاهم انهم ما كياخذوش منا وقت كتير، وما غاديش نوقفوا بزاف باش نوجدوا هاد الفطائر. تبعي الفيديو حتى الاخير وما تنسينيش من اللايكات ديالك والتعاليق زوينه والبارطاج هذا الفيديو. بقاي معايا حتى الاخير تشوفي المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غادي ناخذوا الكاس اللي غادي نطحنوا فيه، هو اللي غنديروا فيه مباشره المقادير. درت فيه هنا 2 بيضات و4 معالق د الابزار والملح، 2 حبات ديال الجبن مثلث، وهنا عندي 2 كيسان ديال الماء بارد من روبيني، 2 كيسان ونص عفوا. صافي طحنتهم جيدا كيف شفتوا. من بعد زدت عليهم الدقيق، هنا عندي 2 كيسان وربع ديال الدقيق الابيض، 2 كيسان ديال العنبه. نطحنوا المكونات جيدا حتى كيتطحن لينا داك الخليط وكيولي عندنا هذا القوام بحال هكا. المهم المقادير هنا راه عندنا مضبوطه ومعبوره، ما تزيدوا ما تنقصوا. صافي وخدينا المقله مباشره اللي غادي نطيبوا فيها، دهناها بالزبده وغادي نخويو فيها مباشره الفطائر ديالنا. غادي نطيبوهم في رمشه العين، غادي يوجدوا لينا. كنخويو هكا الخليط وكنبقاو نقلبو من الجهه الثانيه وكنخليهم حتى كيشدوا في راسهم وكيطيبوا مزيان. كيف شفتوا راهم كيوجدوا بسرعه ودغيا دغيا كيوجدوا. غادي نستمر بحال هكا، كنبقى نخوي حتى نكمل الخليط اللي عندي هنا كامل ونكمل الفطائر ديالي وندوزو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي ناخذ مقله غنديروا فيها 2 معالق كبار ديال الزيت. خديت هنا بصله كبيره مشلضه مع نص حبه الفلفله حمراء ونص حبه ديال الفلفله خضراء مقطعين. زدت عليهم جزره مبشوره وغادي نحركوا الكل جيدا وغادي نخليهم حتى كينزلوا في المقله. غنغطي عليهم ونخليهم حتى كينزل. صافي هنا من بعد ما نزلوا غادي نزيد عليهم الكفته، 250 غرام ديال الكفته او اللحم مفروم. غادي اي نوع ديال الكفته ديال الدجاج او كفته ديال البقر اللي كتبغيو. هنا غنزيدوا عليها التوابل، ملحه، الابزار، خرقوم، سكينجبير، كمون، ثومه بودره، وفي الاخير زدت الربيع بطبيعه الحال مقطع. ومن بعد ما وجدت لينا هنا الحشوه زدتها في اخر مرحله الجبن مثلث مقطع طريفات. صافي والحشوه ديالنا ها هي واجده. هنا غادي ناخذوا الفطائر ديالنا وكنطويوهم هكا على 2 وكناخذوا الحشوه كنديروها هكا في الوسط بحال هكا وكنطويو من الجناب وكتجينا هكا على شكل بريوه. الفطيره ديالنا كتجي على شكل بريوه مثلثه. نعاود معكم وحده ثانيه، كنطويوها على 2 وكنحطوا هكا الحشوه في الوسط وكنطويو ساهلين ماهلين. كيف قلت لكم الطريقه راها سهله، هانتوما. صافي وهنا قديتهم في الطاوه كاملين، غندخلهم للفران، غندهن لهم الوجه ديالهم بصفر بيضه مع لاصوص صوجا، غندهنهم كاملين وغادي نشعل لهم الفران الفوق والتحت حتى كيسخن الفران مزيان. عاد كندخلهم كيتحمروا ليا، كياخذوا لي اللون من الوجه ديالهم ومن التحت. صافي كنخرجهم ها هما واجدين. والفطائر ديالنا هما هادو بعد ما كيوجدوا. كيف قلت لكم راهم ساهلين ماهلين، ما كياخذوش منا وقت كتير. غادي توجديهم في واحد الوقت قياسي، يعني ما كياخذوش منا واحد الوقفه طويله هكا في الكوزينه. كنوجدوهم في اخر لحظه. شكرا لك على المتابعه، ما تنسينيش من اللايكات ديالك. بسلامه عليك والى فيديو قادم ان شاء الله.